السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل الولي ودي قناه شوارع من اسكندريه. اسعد الله مساءكم بكل خير. النهارده الاحد 10 ديسمبر، موجودين في اهم واشهر شوارع منطقه محطه الرمل، شارع سعد زغلول اللي كان اسمه زمان شارع الرمله. على شمالنا او خلفنا من ناحيه الشمال شارع شكور، شارع شكور اللي مشهور بمحل محمد احمد الفول والفلافل، وكان فيه اتنين من سينمات اسكندريه القدامى. ايضا امامنا من الشوارع المتقاطعه مع شارع سعد زغلول، على الشمال شارع النبي دانيال. شارع النبي دانيال الشارع المعروف بتعانق الديانات الثلاثه، مسجد النبي دانيال والمرقصيه والمعبد اليهودي. ايضا من الشوارع المهمه جدا اللي متقاطعه مع شارع سعد زغلول شارع الشهداء على اليمين، وايضا من العلامات ايضا شارع كنيسه الاباط على الشمال، شارع الفلكي، سوفينوبلو، اديب اسحاق، الى ان نصل الى ميدان احمد عرابي او ميدان المنشيه. موجودين في اهم الشوارع التجاريه والسياحيه شارع سعد زغلول. خلفنا ايضا من الشوارع متقاطع مع شارع سعد زغلول شارع صفيه زغلول او شارع المسله. اسعد الله مساءكم بكل خير. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب من اسفل الفيديو. طبعا اللي ما عندوش فكره، شارع سعد زغلول اهميته اللي هو شارع تجاري سياحي، محلات ملابس، مطاعم. القبلي دليس القبلي فاتح على شارع سعد زغلول، وادريس البحري فاتح، دليس البحري فاتح على البحر وعلى ميدان سعد زغلول، وجنينه سعد زغلول اللي كان اسمها جنينه الملك أناظلي وفاتح على البحر. دليس والبن البرازيلي وسوفينوبلو وشيك وكان من اهم او من العلامات الموجوده في شارع سعد زغلول. ايضا من العلامات الموجوده في شارع سعد زغلول منشأة المعارف والهيئه العامه للكتاب. على يمين الصوره شارع الغرفه التجاريه ومبنى الغرفه التجاريه الاثري، وشارع محمد سعيد سابقا، ثم شارع ايضا على يمين الصوره شارع 26 يوليو او شارع البحر او شارع الكورنيش. على شمال الصوره ايضا خلف شارع سعد زغلول بقى في شارع اسطنبول وشارع السلطان حسين، ثم محطه مصر، ثم منطقه العطارين، ونصل الى الكوبري او الطريق الصحراوي. شارع تجاري سياحي مهم جدا، شارع مليء بالمباني التاريخيه. طبعا محلات شوكوريلا على يمين الصوره، شيك على شمال الصوره، بات ابو علاء ايضا على شمال الصوره. على يمين الصوره ايضا من الاماكن المهمه جدا الغرفه التجاريه.